يا مساء الفل في العسل. النهارده معانا اوردر. اختي وحبيبتي هي اتصلت بيا، انا بقالي كتير قوي ما نزلتش على الصفحه حاجه. بس هي مسافره بكره ضروري، فقالت لي انا اتفرجت على فيديوهاتك وانا كنت عند الحاجه ما كنا بنشوي فراخ وكده، فقالت لي انا مسافره بكره ضروري وعايزه شيش طاووق وفراخ على الشوي على طول. فانا جبتها لها وتبلتها لها وهي طالبه برضو اوردر فطير مشلتت الاسبوع الجاي لما تيجي من السفر، وانا وعدتها ان انا هصوره لها برضو لما نعمله، وعايزه اقول لها تروح وتيجي بالف سلامه. وادي الشكل اللي ده الشيش طاووق اهو. بصوا بص ادي كده انا عملت لها كده عشان يتحافظ عليه ما يتبهدلش منها اهو. دي فراخ المتبله اهي. بصوا بص الجمال، بصوا الريحه اصلا مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. وديت عايزه فراخ تانية نضيفه وغسلناها لها ومنقوعه بالليمون. بص قشطه بيضه اهي. دي كلها حاجات هنغلفها لها عشان هتيجي تاخدها بدري مننا. يعني احنا دلوقتي عايزه اقول لك ان انا متاخره خالص دلوقتي، الناس كلها نايمه وانا اللي صاحيه. بص الجمال، بص الجمال، بصوا بألف هنا وشفا على قلبك، وتروحي وتيجي بألف سلامة. وطبعا انا بشكرها انها بتثق فيا للدرجات دي انها طلبتني عشان اعمل لها الاوردر ده، وانا اصلا ما كنتش بعمل اوردرات. بس انا ما قدرتش ارفض لها طلب عشان هي اول مره تطلب مني حاجه. وكمان بقى انها قالت لي عايزه اوردر الفطير دوت، فانا اقول عينيا ليكي وتحت امرك، وتروحي تيجي بألف سلامة. كل سنه وانتم طيبين.